السيرة النبوية 2. 7 معلومات لا تعرفها عن نسب النبي. 1. اسم النبي بالكامل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. لازم على الأقل تحفظ اسم النبي الثلاثي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 2. عيلة النبي كلها ناس عملوا إنجازات كبيرة. قصي جد النبي الكبير هو اللي جمع قبائل قريش، وهاشم جد النبي هو أول من أقام الولائم في مكة لإطعام الحجيج، وعبد المطلب جد النبي المباشر هو اللي أعاد حفر بير زمزم بعد ما كانت ردم. الإنجازات تصنع العظماء. 3. نسب النبي بيجمع ولا يفرق. هو من قريش، وجده سيدنا إسماعيل وجده الكبير سيدنا إبراهيم عليه السلام. هو من قريش ليجمع ويتعايش مع كل قبائل الجزيرة، وجده إسماعيل ليجمع العرب لأن إسماعيل أبو العرب كلهم، وجده سيدنا إبراهيم ليجمع الأمم الأخرى ويتعايش مع الأديان من غير المسلمين لأن كل الأنبياء من نسل سيدنا إبراهيم. يعني نسب النبي بيجمع ولا يفرق، وهو ده معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نسبه مدخل للتعايش العالمي. 4. نسب النبي للأشراف والبسطاء لأنه بيجمع بين الانتساب لأشرف وأرقى عيلة وهي قريش، وفي نفس الوقت بينتسب إلى بسطاء الناس لأنه مرضعات النبي ثويبة وأم أيمن من العبيد، حتى يجمع ولا يفرق بين كل طبقات المجتمع. 5. نسب النبي أوسع بكتير من مجرد اسم عيلة. هو منتسب إلى الله، محمد ابن عبد الله. أعظم تكريم للنبي انتسابه إلى الله. سبحان الذي أسرى بعبده. أنت كمان هل تشعر أنك منتسب إلى الله؟ أنت منتسب لكلية أو نادي أو نقابة، لكن هل في أعماقك تشعر أنك منتسب إلى الله؟ 6. كل واحد فينا له حظ من نسب النبي. إزاي؟ التقوى هي نسبك لرسول الله. اسمع حديث النبي: أنا جد كل تقي. إذا نسب النبي ممتد اليوم القيامة للمتقين، فهل أنت بتتقي الله ليكون جدك النبي؟ 7. النسب الأخلاقي. النبي هو الوحيد الذي نسبت له الرحمة: إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصارت الرحمة نفسها تنتسب إليك يا رسول الله. أي واحد مفتقد للرحمة لا ينتسب للنبي، وكل واحد صاحب خلق رحيم منتسب إليك يا رسول الله. تدي أنت نفسك كم من 10 في الرحمة؟ الملخص: جاء النبي ليوسع مفهوم النسب في 3 حاجات: نسب يجمع الناس ولا يفرقهم للتعايش والسلام، الانتساب إلى الأخلاق قبل أسماء العائلات، 3. الانتساب إلى الله. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء.